العام إن استمرار الاحتجاز الغير العادل للقائد عبد الله أوجلان يعتبر تحديا صارخا لكل المبادئ الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. فمنذ أكثر من 26 عاما يحرم القائد أوجلان من أبسط حقوقه في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية. إن سجن القائد أوجلان ليس سجنا لفرد فحسب، بل هو سجن لفكر تحرري ولرؤية تؤمن بحل ديمقراطي سلمي لقضايا الشرق الأوسط والعالم. لقد قدم مشروعا سياسيا يقوم على العدالة الاجتماعية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والتعايش المشترك بين الأديان والثقافات، ودعا إلى بناء اقتصاد كومونالي مجتمعي تقوم المرأة على أساسها ببناء فكرها وشخصيتها الاقتصادية. ومع ذلك تواصل السلطات التركية فرض العزلة عليه رغم النداء التاريخي الذي وجهه في 27 شباط عام 2025 والذي اعتبر نداء للسلام والحرية والديمقراطية لكل الشعوب. إلا أن السياسة القمعية التي تنتهجها تركيا ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا رغم كل المبادرات والحملات الدولية التي تطالب بالإفراج عنه دون أن تبدي أي تحرك بشأن وضعه. لذا باسم نساء الاقتصاد في مقاطعة الحسكة نعلن تضامننا مع جميع الحملات العالمية ونطالب اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان، كما نطالب بالإفراج الفوري والغير المشروط عنه، ونناشد جميع المنظمات الحقوقية الدولية والمفكرين والأحرار والناشطين في كل مكان إلى رفع أصواتهم من أجل الضغط على المجتمع الدولي لإنهاء عزلته والإفراج عنه. الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان الحرية للشعوب، لا حياة بدون القائد، المرأة حياة حرية.